السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أهلا بيكم طلاب الصف الأول الإعدادي. ازيكم يا أبطال؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. إن شاء الله النهاردة هنراجع أهم وأقوى مراجعة في شهر إبريل. إحنا خلاص نزلنا الشرح، حان الوقت إن إحنا نحل امتحان متوقع هيجي منه بنسبة 95%. تعال نشوف. طيب، بيقول لك هنا أول حاجة الاستماع. ريادة الأعمال تنحصر رؤية رائد الأعمال الحقيقي في تحقيق الربح المادي والمصلحة الشخصية فقط. طبعا الإجابة غلط. بيقول لك هنا تعتبر ريادة الأعمال مجرد نشاط اقتصادي وليست رسالة تنموية. غلط. حلو. يساهم رائد الأعمال في نهضة وطنه من خلال ابتكار مشروعات توفر فرص عمل للشباب. صح. هنا طبعا بيقول لك إن الأعمال ليست مجرد نشاط اقتصادي بل هي رسالة تنموية تحمل في طياتها الأمل والطموح لبناء مجتمع منتج ومزدهر. حلو. النص الثاني الألعاب الإلكترونية. أنا حافظ النص الحمد لله، عقبالكم. ضع علامة صح وعلامة خطأ أمام العبارات التالية. تعتبر الألعاب الإلكترونية وسيلة لتنمية مهارات سرعة الملاحظة واتخاذ القرارات لدى اللاعب. صح. تخلو البيئات التفاعلية للألعاب الإلكترونية من إحدى أخطار خفية بفضل المحفزات البصرية الجذابة. طبعا غلط، فيها أخطار كتير. طبعا هنا تستخدم الألعاب الإلكترونية محفزات قوية مثل الأضواء. تمام، يبقى هنا المحفزات مثل الأضواء والمحفزات البصرية. حلو. من الجوانب الإيجابية للألعاب الإلكترونية، طبعا الجوانب الإيجابية للألعاب الإلكترونية سرعة الملاحظة. يبقى هنا سرعة الملاحظة، اتخاذ قرارات سريعة، تعال نروح للتعبير. بيقول لك لخص الفقرة التالية بأسلوبك في سطرين مع مراعاة علامات الترقيم. في مشهد بطولي نادر كان بطله سائق شاحنة بسيط اسمه خالد شوقي عبد العال الذي ضحى بحياته لينقذ مدينة العاشر من رمضان من كارثة كادت أن تلتهمها بأكملها. بدأت الحكاية داخل محطة وقود عندما اندلعت النيران بشكل مفاجئ نتيجة انفجار خزان سيارة نقل وقود بسبب ارتفاع درجة حرارته. كان من الممكن أن تمتد النيران إلى المناطق السكنية القريبة بل وتحول المحطة إلى كتلة من اللهب مخلفة دمار واسعا وخسائر في الأرواح. يبقى هنا لما تيجي تقول هتقول هنا في مشهد بطولي نادر، يبقى أنا هنزل هنا أقول إيه؟ في مشهد بطولي نادر للسائق البطل خالد شوقي عبد العال الذي ضحى تمام بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان. حلو قوي. تمام، يبقى هنا الذي ضحى بحياته لإنقاذ مدينة العاشر من رمضان. تمام. طبعا هنا بسبب حادث انفجار خزان سيارة نقل وقود بسبب ارتفاع درجة حرارته. فهنقول هنا ايه؟ ان هو يبقى هنا اهو تمام بإنقاذ لحياته من بحادث قوي بسبب ارتفاع درجة حرارة خزان وقود. تمام، يبقى هنا احنا كده قلنا خلاص ان احنا لخصنا في سطرين. تعالى بعد كده ننزل ونشوف القراءة وموضوعات القراءة. اهو بيقول لك هنا ايه؟ في عالم يمطرنا بقصص الناجحين علينا أن ندرك أن كل قصة نجاح حقيقية بدأت من فكرة مختلفة ونظرة غير مألوفة وقرار جريء بالخروج من المألوف. إن من يصنع الفارق هو من يجرؤ على التفكير خارج القوالب الجاهزة ويتبع فضوله بدلا من تقليد غيره. حلو.
كلمة معناها معتادة أو تقليدية اللي هي مألوفة. حلو. مضاد ابتكار تقليد. مفرد القالب، هي المفروض هنا مفرد القوالب القالب، يبقى مفرد القوالب القالب. او هنا ايه يعني هي مفرد مفرد القوالب القالب. حلو. من اي شيء تبدا قصه النجاح الحقيقيه؟ طبعا هنا تبدا بايه؟ تبدا بقرار جريء، يبقى هنا تبدا بقرار جريء. وايه تاني؟ والخروج عن المألوف، والخروج عن المألوف. حلو. حدد صفات الشخص الذي يصنع الفارق في حياتي. طبعا هنا الذي يجرؤ على التفكير خارج القوالب الجاهزة، يبقى هنا هيكون ايه؟ الذي يجرؤ على التفكير، الذي يجرؤ على التفكير خارج القوالب. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ لا تستجب للاصوات الداخليه المحبطه، بل ابدا في مشروعك وسوف تصمت تلك الاصوات الى الابد. ليس النجاح ان تسير على خطى الاخرين، بل ان تترك لنفسك خطا يقتدى به، وان تخلف اثرك الخاص بطريقتك الخاصه في زمن يعج بالتشابه. اصنع نجاحك وامن بذاتك وابحث عن الرياده، وامضي في دربك ولا تلتفت الى الوراء، تكن انت النجاح بعينه. تمام. تعال بقى هنا نطلع نجيب الحاجات. بيقول لك هنا هات من الفقرة معناها يمتلئ. طبعا هنا يعج يعني يمتلئ، يعج. كلمة مضادها تتكلم، ومفرد ضروب. مفرد ضروب ضرب، يبقى هنا كلمة مضادها تتكلم تصمت. حلو. كيف يرسم الكاتب خارطة طريق النجاح الحقيقي في ظل عالم يملؤه التشابه؟ هو هنا تمام. اللي هو ايه؟ عدم السير على خطى الاخرين. يبقى هنا اهو تعال نشوف. بيقول لك هنا كيف يرسم الكاتب خارطة طريق للنجاح الحقيقي في ظل عالم يملأه التشابه. طبعا هنا عن طريق عدم السير على خطى الآخرين وترك أثره الخاص، وترك أثره الخاص. علاقة جملة تكن أنت النجاح بعينه بما قبلها. طبعا هنا تعالى نطلع نجيبها. هي فين؟ اهي. بيقول لك هنا ايه؟ يقتدى بها وان تخلف اثرك في زمن يعج. اصنع نجاحك وامن بذاتك وابحث عن الرياده في دربك ولا تكن انت. يبقى هنا كل اللي جاي هنا جايه منين؟ جايه من اصنع نجاحك. طبعا ده اسلوب امر، فهنا في نتيجه، يبقى هنا هيكون العلاقه ايه يا اولاد؟ العلاقه معانا عباره علاقه نتيجه. طيب هنا فاضل لنا ايه؟ بيقول لك من النصائح الغاليه التي قدمها الكاتب لتحقيق النجاح. ايه هي النصائح اللي قدمها الكاتب لتحقيق النجاح؟ اول حاجه ان انت لا تستجب للاصوات الداخليه، وان انت تبدا في مشروعك وتخلف اثرك. يبقى هنا هنقول ايه اهو؟ اول حاجه لا تستجب للاصوات الداخليه، وابدا في مشروعك الخاص. طيب هنا من موضوع الذكاء الاصطناعي القراءة الثانية، الذكاء الاصطناعي أخلاقياته واستخداماته. بيقول لك هنا إيه؟ ومن الضروري أن نهتم بتعلم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى يكون لنا مكان في المستقبل، فكل مهنة ستتعامل معه بشكل أو بآخر، لذلك يجب أن نبدأ مبكرا في تطوير ذواتنا واستخدام التطبيقات الذكية لتعلم مهارات جديدة كتعلم البرمجة والتصميم والطريقة النقدية في التفكير. حلو. هو طبعا هنا عايز كلمة معناها مظاهر يعني ملامح، يبقى مظاهر يعني ملامح. كلمة مفردها ذات ذوات، كلمة مضادها نفصل نمزج. حلو.
كيف يخدم الذكاء الاصطناعي كلا من المعلم والطبيب؟ حلو. هو هنا اولا بيخدم الطبيب في ايه؟ في تشخيص الامراض. يبقى يخدم الطبيب، يخدم الطبيب في سرعة تشخيص الامراض. يبقى هنا يخدم الطبيب في سرعة تشخيص الامراض، والمعلم في تقييم تلاميذه. ما الفئة التي يستهدفها الكاتب بخطابه في قوله يجب أن نبدأ مبكرا في تطوير ذواتنا؟ طبعا هنا هو بيكلم مين؟ بيكلم الشباب وبيكلم الناضجين. يبقى بيكلم الشباب ومين؟ والناضجين. حلو. علاقة جملة حتى يكون لنا في المستقبل. احنا قلنا حتى زائد الماضي نتيجة، حتى والمضارع تعليل. يبقى هنا وش من غير ما تفكر العلاقة تعليل. حلو. هنا بيقول لك ايه؟ النصوص. فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقة، ثم استمدوا منه قواكم، إن القوي بكل أرض يتقى. كلمة معناها يخشى ويهاب، يعني يتقى. كلمة مضادها الشقاء السعادة. حلو. هنا بيقول لك مما يستمد الشباب قوتهم. طبعا هنا يستمد الشباب قوتهم من العلم. يستمد الشباب قوتهم من العلم. طيب، إن القوي بكل أرض يتقى علاقتها بما قبلها تعليل. يبقى هنا أنت ليه هتستمد القوة بتاعتك؟ عشان القوي بيتقى. فالعلم مفتاح العلا. ما الجمال في هذا التعبير؟ هنقول هنا إيه؟ صور الشاعر. يبقى هنا صور الشاعر، صور الشاعر العلم بمفتاح يفتح الأبواب المغلقة. استنتج مصدر من مصادر الموسيقى في النص وبين اثره. حلو قوي. يبقى انت هنا طالما وعايز مصدر من مصادر الموسيقى، احنا عندنا موسيقى خارجيه وموسيقى داخليه. مصادر الموسيقى الخارجيه اللي هي القافيه اللي هي مغلقه ويتقى. حلو تمام. والداخليه يا اما تكرار يا اما تكرار يا اما تصريع، والتصريع بيكون في البيت الاول وده مش البيت الاول، ومفيش هنا اي حاجه متكرره. حلو. يبقى انت عندك هنا ايه؟ مغلقه. يبقى انت عندك هنا مغلقه ويتقى. حلو الكلام. مبين اثره. طبعا اثره هنا ايه؟ يحدث جرسا موسيقيا، يحدث جرسا موسيقيا تطرب له الاذان، موسيقيا تطرب له الاذان. السؤال الثاني أهلا بنابتة البلاد ومرحبا، جددتم العهد الذي قد أخلق، لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى، مدت له الآمال من أفلاكها، قيت الرجاء إلى العلا فتسلقا. كلمة تعيد تسترد، عايز هنا معنى. يبقى تسترد معناها تستعيد. حلو. كلمة مضادها تفقده، برضو هتكون عبارة عن ايه؟ يبقى هنا اللي هي ايه؟ تسترد برضو. كلمة جمعها نوابت، نابتة. ماشي. لماذا يرحب الشاعر بالشباب في بداية النص؟ لأنهم هم ايه؟ أمل البلاد ومستقبلها. يبقى هنا لأنهم أمل البلاد ومستقبلها. ما الذي نهى الشاعر عنه الشباب ولماذا؟ اولا هنا ايه؟ بيقول لك هنا نهى الشاعر عن الشباب، وهو ايه؟ عدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس، عدم اليأس. طب ليه يا مستر عدم اليأس؟ لان هو بيقول لك لا تيأسوا. حلو قوي. طب والفصل ولماذا؟ لأنهم هم من سيجدد العهد.
ما الجمال في لا تيأسوا أن تستردوا مجدكم. طبعا ده كده أسلوب، خلي بالك بقى من دي، أسلوب إنشائي نوع نهي، غرض النصح والإرشاد، غرض النصح والإرشاد. بين شروط تحقيق المجد والنجاح كما فهمت من الأبيات. طبعا هنا هي ايه؟ عدم اليأس وايه؟ والاستمرار. يبقى هنا عدم اليأس والاستمرار. تمام كده احنا خلصنا النصوص، فاضل النحو. تعالى بيقول لك هنا ايه؟ ريادة الأعمال، نكرة زائد معرفة، يبقى المعرفة مضاف إليه، بين الأعمال بقت عندي عبارة عن مضاف إليه مجرور وعلامته الكسرة. حلو قوي، ماشي. عزيمة هنا بيقول لك ايه اهو، ولكنها عزيمة، خلي بالك منها دي. إنا أن لكن لعل ليته، دول من أخوات إن، ولكنها أي ضمير يتصل بإن أو أخواتها يبقى اسمها. يبقى الهاء هنا اسم لكن. طب هنا لكنها مالها؟ عزيمة، يبقى عزيمة هنا ايه؟ خبر لكن مرفوع وعلامته الضم. يبقى ده كده خبر مرفوع وعلامته الايه؟ الضم. هنا بيقول لك ايه؟ وصدق القلب اذا اخلص. حلو، اخلص ده كده فعل ماضي ما فيهوش حاجه خالص، يعني ايه؟ بسيط، فعل ماض مبني على الفتح. عنده بيقول لك هنا ايه؟ ام يجاوزونها عند ميادين. طبعا ده ظرف مكان لان جه بعديها مكان، يبقى ده كده هتقول لي ايه؟ ظرف مكان منصوب وعلامه نصبه الفتح. ظرف مكان منصوب وعلامته الفتحه. استخرج، عايز فعل متعدي المفعولين مش اصلهم المبتدا والخبر. يبقى انا هدور على مين؟ هدور على اعطى، منح، كسى، البس، الحاجات دي كلها. حلو. يتخذها ليبلغ ولكنها عزيمه، استيقاظ صدق القلب فيختبر، يقفون عند عتب من كسته تلك المصاعب ثوبا. خلي بالك سؤال يوقع، وناس كتير قوي هتروح تقول لك ان المفعول الاول هو تلك وهيلوش بقى. لا طبعا، انا عندي الهاء والكاف والناء والياء لزقوا في اسم مضاف اليه، لزقوا في فعل مفعول به. يبقى انت عندك هنا ان المفعول الاول هو الهاء. طب خلي بالك مين اللي كسته تلك؟ يبقى تلك دي فاعل، واللي بيجي بعد الاشاره بيعرب بدل، ده مش عليك. حلو. كسته تلك المصاعب ايه؟ كسته ماذا؟ كسته تلك المصاعب ماذا؟ ثوبا. يبقى ده المفعول الثاني. يبقى عندك هنا الهاء، خلي بالك من السؤال ده، ها خلي بالك من السؤال ده. يبقى هنا هيبقى عندك الهاء، وعندك هنا ايه؟ ثوب، وهنا الفعل كسته. طيب فعل مبني للمجهول وحدد نائب الفاعل، ماشي. فيها يختبر. المضارع المبني للمجهول بعمل ايه؟ بضم الاول وافتح ما قبل الاخر، ضم الاول وافتح ما قبل الاخر. يبقى هنا يختبر بقروا، يبقى هنا يختبروا نائب الفاعل هو الشباب. يبقى ده كده يختبروا اهو، وادي نائب الفاعل هو مين؟ هو الشباب. طيب حال جمله واذكر الرابط. حلو، بيقول لك هنا ايه؟ يغامر وهو غير متهور. كيف يغامر وهو غير متهور؟ اهو الرابط الواو والضمير. يبقى كيف يغامر وهو غير متهور. طب الرابط الواو والضمير. طيب فاضل ايه؟ اجيب بما هو مطلوب بين القوسين. احاط العلماء اللغه العربيه بعنايتهم. هنقول هنا ايه؟ احيطت. ابن الجمله المجهول هنقول احيطت اللغه العربيه. اللغه العربيه بعنايه او بالعنايه، يبقى بالعنايه. حلو. كسان العلم وقارا. الضمير ماله بقى؟ هنا هنقول مفعول به. مفعول به في محل نصب. في محل نصب. حلو، في محل نصب مفعول به اول اهي. في محل نصب مفعول به أول. ما اجمل النماذج الناجحه وهي تحفز الشباب. اجعل الحال الجمله الاسميه جمله فعليه. حلو قوي.
يبقى ما اجمل النماذج الناجحه هشيل ايه؟ هشيل الواو والضمير، يبقى اقول هنا ايه؟ تحفز الشباب. يبقى هنا ما اجمل، كيف اجمل او مالها بقى، او يعني ايه ازاي ما اجمل الشباب، النماذج الناجحه ازاي تحفز الشباب. البس الاصرار نقط تاج الفخر، اكمل بمفعول به اول. البس الاصرار، مين اللي البس الاصرار؟ الشباب، يبقى هنا الشباب. اسعدني الناجح، عايز اكمل بحال جمله اسميه رابط الضمير فقط. اسعدني الناجح ذكاؤه قوي. يعني ايه اكمل هنا بالضمير فقط؟ يعني مش عايز واو، خلي بالك من الحته دي، مش عايز واو، هو عايز الضمير بس. هنا ذكاؤه قوي. صوب الاخطاء الاملائيه اخر حاجه. يعد العلم ركاز التقدم، وبالذكاء الاصطناعي نستطيع انشاء مستقبل افضل. طبعا هنا المفروض بالذكاء، بالذكاء مش بالذكاء، بالذكائي مش بالضمه. وهنا بيقول لك يعد العلم ركاز التقدم. حلو، يبقى هنا هنقول ايه؟ ركيزه التقدم. ان الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من حياتنا، دي جزء غلط. جزء. قال المعلم، طبعا هنا علامه الترقيم غلط، بعد الفعل قال ومشتقاته بنحط نقطتين. انشأ المهندسون البناء انشاء عظيما، ماشي تمام. يبقى هنا انشأ طبعا انشاء غلط، ما بنحطش تنوين الف بعد الهمزه عشان قبلها الف. يبقى هنا تبقى ايه؟ تبقى انشاء اهي. يحاسب المقصر على سوء عمله، لا طبعا سوء مش كده، على سوء عمله. اصبح الطالب جزءا من عمله، اهي جزءا كده عشان خبر اصبح فهتبقى منصوبه. يجب على رائد الأعمال أن يعني يطلع دائما على دائما غلط أهي، حتى يستطيع مواكبة، يبقى هنا دائما. يجتهد رائد الأعمال ليرقى بوطنه، حلو، مش ليرقي، لا ليرقى، هنا ليرقى. ما أصدق نور الأمل حين يضيء درب الطموح، حلو. المفروض إن هنا هو حط نقطة، المفروض إن هنا علامة تعجب. تحصن بالعلم فهو سلاح تقدم الامم. طبعا هنا تحصن بالعلم، طبعا دي المفروض ان هي جمله طلبيه، وبعد الجمله الطلبيه بيجي نتيجه او تعليل، فدي كده جمله نتيجه، جمله تعليل سوري. يبقى هنا عشان هو سلاح تقدم يبقى هتحط فاصله منقوطه، يبقى بعد الجمله اللي فيها نتيجه او تعليل هيبقى فاصله منقوطه. طبعا دي كده هتبقى تعليل، لان انت ليه هتتسلح بالعلم؟ عشان هو سلاح تقدم الامم. كده نكون خلصنا ابطال. اشوفكم على خير، توحشوني ان شاء الله في المراجعات النهائيه، هنحل التقييمات واسئله كتاب المدرسه. استنونا، توحشوني قوي، سلام.